يبدأ الفيلم بظهور فرقة مرتزقة عايشين حياتهم بالطول والعرض، نهب وسرقة وقتل وتجارة مخدرات وكل ما يخطر على بالك من أفعال بشعة. وطبعا أول ظهور ليهم انتوا عارفين هيكونوا فين؟ بيكونوا في مكان زي غابة وبيستعدوا علشان يضربوا على مكان صغير كده هيطلع منه بمصلحة. وأول ما بياخدوا الإشارة من زميلهم هوب بيهجموا على كل اللي في المكان، وأكتر شخص متفوق فيهم بيكون اسمه ماكس لأن قدراته جامدة جدا وضميره ميت. وبعد ما بيخلصوا المهمة بيروح ماكس يسأل القائد إيه الخطة اللي جاية، فبيعرفوا إنهم هيروحوا العراق، وفعلا بيسافروا العراق ومعهم خطتهم وبيبدأوا يهجموا على الناس اللي بتبقى في الصحراء اللي بينقلوا الأسلحة والمخدرات. وبعد حبة حلوين من القتل بتظهر بنت اسمها مكباي، بتكون البنت الوحيدة في الفرقة ومعروف إنها مجنونة، علشان كده بتكون بتقتل من غير ما تبص على اللي قدامها حتى. بعد ما بتخلص ولد من الفريق اسمه هومفرد بيقول لها ايه الجمدان ده كله، بيكون واضح من طريقته انه معجب بيها، لكن هي ما كانتش مهتمة بيه. بعد كده بيقول القائد لماكس ان في مجموعة من العراقيين دول دخلوا المسجد، فبيروح ماكس على المسجد بسرعة وطبعا عارفين هيعمل ايه. بعدها بيطلب القائد من هومفرد يروح يساعد ماكس في الجامع، لكن لما بيوصل هومفرد هناك بيلاقي ماكس مخلص على الكل وبيكونوا حوالي 15 شخص أو أكتر. فبيقول له هومفرد أنت شكلك سايكو مجنون، لكن ماكس ما بيهتمش بكلامه. بعدها بياخد السلاح بتاعه وبيطلع من الجامع، فبيلاقي باقي الفريق وبيكونوا مخلصين على كل الناس اللي بره، وبيقعدوا يقسموا الثروة اللي لقوها سوا. وكل واحد من الفريق قتل ناس كتير بياخد مبلغ أكبر، ومعروفة إن ماكس أكتر واحد بيخلص على العراقيين. وبعد ما بيخلصوا بياخدوا صورة للذكرى، بعدها بياخدوا بعضهم وبيسافروا على كولومبيا. لما بيوصلوا هناك بيروحوا على مكان في الغابة وبيكون خاص بمجموعة مشهورة في تجارة المخدرات، فبيبدأوا يستعدوا علشان يخلصوا عليهم. وأول ما القائد عطاهم الإشارة بيهجموا على المكان وبيقتلوا كل اللي فيه بالقنابل والمسدسات. بعد كده ماكس بيقرب من المكان علشان يشوف فاضل مين عايش، وبيلاقي بنته بتكون مرعوبة فبيقرر إنه يسيبها عايشة، لكن فجأة بتموت بسبب واحد من الفريق رمى قنبلة على المكان لدرجة إن ماكس ذات نفسه بيتأذي. بعدين بيتضح إن في بنت كمان لسه عايشة وبتكون عاوزة تهرب، فبيروح وراها واحد من الفريق، فماكس بيتعصب وبيقرر إنه مش هيسيبها وبيروح هو كمان وراهم علشان ينقذها. لما بيوصل عندهم بيلاقي زميله بيضربها، فبيروح ماكس يدافع عنها وبيقول لها ما تقلقش لأنه هيخرجها من هنا، لكن صاحبه فضل يتخانق معاه وبيكون خلاص هيقطع رقبته. فالبنت بتستغل الفرصة وبتاخد قنبلة منه وبتفجرها في نفسها وفي الولد. في الوقت ده بيكون باقي الفريق خلصوا شغلهم في الغابة، فبيسأل القائد على ماكس وواحد من الفريق، فبيقول له انه اكيد مات في حتة هنا ولا هنا. فبيتعصب القائد من كلامه وبيطلب منه يروح يدور على ماكس. بعدين بيروح يدور عليه هو كمان وبيلاقي البندقية بتاعته. وقتها بيحس ان ماكس فعلا مات لان عمره ما بيسيب البندقية بتاعته ابدا، وبيقرروا يسيبوا المنطقة دي ويمشوا. وبنرجع بقى عند ماكس بعد شوية بيبدأ يفوق، ولما بيقوم بيحس انه تايه ومش عارف يعمل ايه بالظبط، فبيبدأ يمشي في الغابة وبيتعب شوية ويقوم شوية لغاية بالليل، وبيوصل لمرحلة انه مش قادر يكمل وبيغمى عليه. لكن بسبب حظه الحلو بيلاقي شخص وبياخده لبيته وبيعالج جروحه. ولما بيفوق تاني يوم بيلاقي الشخص ده قاعد وبيكون واضح من شكله انه كاهن. اول ما بيقوم ماكس بيقول له الكاهن كويس انك فقت لانه كان عنده عدوى في الدم كانت ممكن تقتله، وبالنسبة للجرح اللي في رقبته الدكتور عالجه، اما بالنسبة لرجله فبتكون محتاجة اهتمام، علشان كده جاب له صندل يقدر يلبسه. لكن ماكس ما كانش مهتم بكل ده وبيقوم لوحده علشان يمشي، فبيقول له الكاهن انت رايح فين وانت ما تعرفش مكانك اصلا. بعدها بيقوم وبيقول له تعالى معايا، فبيروح ورا ماكس من غير ما يلبس حاجة في رجله. بعدين بياخدوا الكاهن للكنيسة اللي في وش البيت، لكن ماكس ما بيقدرش يدخل وبيفضل قاعد بره. بيطلع الكاهن وبيديله مكنسة وبيقول له انه اكيد مش هيعالجه او يقعده في بيته ببلاش، وبيديله المكنسة فبيبدأ ماكس ينظف الكنيسة. بعد شوية بيرجع الكاهن وبيقول له بما انك نظفت الكنيسة انا لازم اشكرك واعزمك على الغداء. بعدها بياخدوا المطعم بنت اسمها إستر علشان هو بيحب أكلها جدا. بعدها بيدخل عليهم كاهن اسمه تياجو وبينادي على الكاهن اللي قاعد مع ماكس، واللي بنعرف إن اسمه إلياس، وبيسأله هنعمل إيه في الخطوبة بتاعت يوم الأربع. أغلب الناس اعتذروا ومش جايين، فبيبدأ إلياس يشرح له هيعملوا إيه بالظبط. وبعد ما بيمشي إلياس بيسأل ماكس إذا كان مش قادر يتكلم ولا لأ، وماكس بيهز راسه فبيقول له الكاهن طب على الأقل اكتب لي اسمك.
فبيعرفوا ماكس باسمه. ومن بعدها بيعيش ماكس في بيت الكاهن إلياس بياكل ويشرب، ومقابل خدمته في البيت من كنس وتنظيف وبيساعده في الكنيسة. وفي مرة وهو بيكنس بيلاقي بندقية فبيمسكها وبيقعد يستكشفها، فبيلاقي إلياس وبيقول له إن دي كانت بندقية الكاهن اللي قبله، وإنه كان بيحب يصطاد حيوانات برية ويجيبها على العشاء. بعدين بيطلب منه يرجع البندقية مكانها. بعد كده بياخده معاه في الكنيسة يساعده وهو بيشرح الدروس. وبعد ما بيخلصوا كالعادة بيروحوا علشان يتعشوا سوا، وبيروح الكاهن تياجو يقعد معاهم وما بيكونش مرتاح لماكس. بعد كده تاني يوم بيكون تياجو مع إلياس وبيقول له إن الناس مش مرتاحة لماكس، وشكل الماضي بتاعه مرعب، والجرح اللي في رقبته بيخوف، ومش من الطبيعي إنه يفضل معاهم في البيت. لكن إلياس بيقول له ما تقلقش وإنهم ملهمش دعوة بالماضي بتاعه. وبعد ما بيخلصوا كلام بيروح لماكس وبيديله لبس الكهنة وبيطلب منه يلبسه علشان ظهوره قدام الناس بالشكل ده بيخوفهم في المنطقة. وبيقول له انه مش هيجبره على حاجة لكن ده هيكون الافضل. تاني يوم بيكون تياجو وماكس في الكنيسة، لكن فجأة بيلاقوا بنت دخلت وبتطلب مساعدتهم علشان الفرقة المرتزقة عاوزة تاخدها، فبياخدها تياجو وبيخبيها. ولما بيدخل اتنين الكنيسة علشان يدوروا عليها ما بيلاقوش غير ماكس، فبيسألوا عن مكانها وهو بيفضل ساكت، فبيقعدوا يهزقوا فيه. ولما بيركزوا في شكله بيعرفوا انه ماكس وانه لسه ما ماتش، فبيقعدوا يتريقوا عليه اكتر وبيطلبوا منه يجيب اكل علشان يبقى خادم عندهم. فبيروح ماكس وبينفذ طلبهم، والكهنة بيكونوا مفكرين انه هيبقى السبب في موتهم. لكن لما ماكس بينفذ طلبهم بياخدوا بعضهم ويمشوا. بعد كده لما بيجي وقت الدروس في الكنيسة إلياس بيقول للطلاب النهاردة مفيش درس لكن هنتكلم عن درس واقعي، وبيبدأ يشرح لهم على اللي حصل وإن ماكس تصرفه كان حلو، وبيطلب من ماكس يشرح لهم إزاي يتعامل مع ناس زي كده من غير عنف. فجأة وهو بيشرح بيلاقي الولاد من الفرقة المرتزقة داخلين علشان ياخدوا البنت تاني، وبيقعدوا يتريقوا على الكهنة. ولما بيروحوا علشان ياخدوا البنت لأول مرة ماكس بيتكلم وبيطلب منهم يبعدوا عنها، لكن بيفضلوا يستفزوه فبيضربهم. والأول مرة بيطلع كل مهاراته في الكنيسة قدام الناس. بعدها هما بيتعصبوا وبيهربوا من الكنيسة، وبيعتذر ماكس على اللي حصل، لكن بيستغرب لما كل الطلبة بيقعدوا يترجوا ماكس يعلمهم فنون القتال. بعدها بيقعد إلياس يتكلم معاه وبيقنعه يساعد الناس اللي هنا علشان يقدروا يدافعوا عن نفسهم. في الوقت ده بيكون رجع رجالة الفريق للمكان بتاعهم وبيكونوا مضروبين، وبيحكوا للقائد بتاعهم اللي حصل ويعرفوا إن ماكس لسه عايش، فمش بيصدقهم. لكن لما بيبدأوا يأكدوا له بيشك فيهم وبيطلب من الكل يطلع أسلحته، وبيقول لواحد فيهم لو قدرت توصل للسلاح بتاعك قبل ما اموتك هسيبك عايش. لكن طبعا الولد ما بيقدرش والقائد بيقتله. بعدها بيقرر يروح يشوف اذا فعلا ماكس عايش ولا لا. في وسط كل ده بيكون ماكس بيعلم اهل القرية فنون الدفاع عن النفس. وبعد ما بيخلصوا بيقعد الكاهن تيجو يتكلم معاه وبيعتذر له على شكه فيه قبل كده. وفجأة بيدخل عليهم قائد الفرقة، ولما بيشوف ماكس بيكون متفاجئ، فبيحاول إلياس يعرفه بنفسه. لكن القائد ما بيهتمش وبيقول له إن ده واحد من رجالته وأفضل مقاتل عنده كمان، وبيقعد يحكي لهم على الماضي بتاعه. بعدها بيقول لماكس إنه كان عارف إنه مش ميت، وكان متوقع إنه في جزيرة تانية أو مات على الأقل وسط الانفجار، لكن إنك تبقى كاهن ما توقعتش كده خالص. فبيقول له ماكس أنا مش كاهن. فبيقول له القائد أنا مش فارق معايا أصلا، أنت ضربت اتنين من رجالتي وأنت عارف عقاب ده إيه بالظبط، وإنه المفروض دلوقتي يأذي اتنين من صحابه في المقابل. لكن ممكن يغير رأيه لو فكر ماكس يجي يتعشى معاه بالليل. فبيوافق ماكس علشان يحمي الكهنة وأهل القرية على الرغم من إن الكاهن إلياس بيمنعه. فبيقول القائد لإلياس إن ده تبع الدستور اللي بينهم، إن الكنيسة تفضل موجودة هنا مقابل إن كل واحد في حاله، لكن حد من عندكم أذى رجالتي وإنه لازم ياخد حقه. لكن كلنا عارفين طبعا إن دي مجرد حجة علشان يرجع ماكس. وبعد ما بيمشوا بيروح ماكس علشان يجهز نفسه، وفعلا بيروح في ميعاده بالظبط على الرغم من إن الكهنة بيحاولوا يمنعوه تاني. ولما بيوصل هناك بياخد تريقة كتيرة من زمايله، ولما بيدخل للقائد بيقعد معاه، والقائد بيحاول يقنعه إنه يرجع لهم تاني، لكن ماكس بيرفض. فبيعرض عليه القائد عرضه وبيقول له يا ترجع معانا يا إما تسيب البلد دي أو هيأذي أهل الكنيسة. فبيوافق ماكس إنه يسيب البلد، وبيفضل يترجى القائد إنه ما يأذيش حد فيهم، والقائد بيوافق أخيرا. وبعد ما بيمشي ماكس بيرجع الكنيسة وبيبدأ يجهز نفسه علشان يمشي، لكن الكهنة بيمنعوه وبيقول له إلياس إنه محتاج له. فبيقول له ماكس إنه عمل اتفاق خلاص، لكن فجأة بيسمعوا صوت عربيات بره. ولما بيدخلوا الكنيسة ماكس بيشوف القائد جوه،
فبيتعصب علشان كده هو غير الاتفاق بتاعه، وبيقعدوا تاني يهددوه بالكهنة وأهل القرية، فهو ما بيقدرش يعمل حاجة وبيسيبهم يضربوه. بعدها بيمسكوه وبيصلبوه على الحيطة وبيطلعوا بره الكنيسة علشان يقتلوه، لكن ما كانوش يعرفوا إنه قدر يفك نفسه، والكهنة بيساعدوه علشان يهرب ويمشي. ولما الفرقة بتفجر الكنيسة بيعتقدوا إن ماكس كده مات خلاص، لكن بعد فترة بيفوق بيلاقي نفسه في مكان غريب والياس قاعد جنبه، ولما بيشوفه صحي بيقوله إن ده مخبأه السري علشان الفرقة فجرت الكنيسة خلاص وقتلوا إستر صاحبة المطعم واتنين من الشباب بتوعهم. فبيعتذر ماكس على كل اللي حصل، فبيقوله الكاهن ما تقلقش هنبني الكنيسة تاني حتى لو هنموت، وبيفضل يحفزه إنه لازم ينتقم لأن أوقات زي كده ما ينفعش فيها التسامح، لكن كمان لازم يستخدموا القوة علشان يرجعوا حقهم. وفعلا وقتها بيبدأ ماكس يرجع يتدرب من أول وجديد لحد ما بيبدأ يرجع قوته بالتدريج. ووقتها بيجيب له تياجو البندقية بتاعت الكاهن اللي قبله علشان يتدرب عليها، لكن في مرة وماكس ما بيكونش موجود في المخبأ، في الوقت ده بيروح اتنين من فريق المرتزقة وبيشوفوا الكاهن إلياس هناك، فبيقعدوا يتريقوا عليه وهو بيكون بيعملهم بكل احترام، لكن فجأة بيقتلوه وبيسيبوه ويمشوا. وبعد فترة لما بيرجع ماكس بيكون مصدوم جدا وبيفضل يعيط، وقتها بيحس إن لبسه عفريت الانتقام، وفعلا بياخد بعضه وبيروح عند الحانة بتاعة الفريق وهو بيفتكر كلام إلياس، وبيبدأ يموت فيهم واحد ورا التاني من بعيد لحد ما بيخلص على 6 منهم. ولما بيعرف القائد باللي حصل بيتأكد إن ماكس لسه عايش، وبيقول إنه المرة دي هيقطع راسه بإيده، وبيقرر يروح للحانة. لما بيوصل ما بيلاقيش غير بنت عايشة وبتحكي له كل اللي حصل. بعدها بيروح يبص على كل اللي ضربهم ماكس واللي ماتوا، وماكباي بتشوف حاجة غريبة جنب واحد منهم، ولما بتمسكها بيتضح إنها سلسلة بصليب، وماكس حطها في قنبلة فجأة والمكان كله بينفجر وماكباي بتموت. فبيتعصب هومفرد لأنه كان بيحب ماكباي وبيقرر ينتقم من ماكس، لكن ما كملش الجملة لأنه مات، وبيبدأ ماكس يموت كام واحد منهم. فالقائد بيخاف وبيقرر يرجع لمخبأه تاني، وبيشدد الحراسة جدا وبيعلن إن في مكافأة كبيرة للي يجيب راس ماكس. طبعا الكل بيتحمس ودي بتكون فرصة ماكس إنه يروح برجله الاتنين من رجالة الفريق، وهم بيفكروا كده إنهم هيفوزوا بالمكافأة، وبيكلموا القائد وبيعرفوه باللي حصل، وهو بيحس إن في حاجة غلط. وفعلا أول ما بيوصلوا لمخبأ القائد ماكس بيخلص عليهم كلهم وبينزل يخلص على الكل وبيفجر نص المكان ولا كأنه في لعبة بابجي. وفجأة بيظهر هانفرد وبيتضح إنه لسه ما ماتش لكنه اتصاب، وطلع علشان يضرب ماكس وينتقم لماكباي، لكن ماكس بيقوم بالواجب وبيفضل يضرب فيه لحد ما بيكسر دماغه فعليا مش هزار. في النهاية بيوصل القائد علشان يخلص عليه، لكن طبعا لازم يبقى في عقبة قدامه، وبيدخل واحد وبيفضل يضرب في ماكس، لكن أكيد مش بعد كل ده هو اللي هيخلص على بطلنا، ده بطلنا طلع أحشائه في إيده. وبعدين بيروح يكمل انتقام من القائد، وبيبدأوا الاتنين يهاجموا بعض وحبة أكشن حلوين، لكن في النهاية أكيد عارفين الفوز من نصيب مين يا صديقي. بعد ما بيخلص على الفريق بيرجع تاني للكنيسة علشان يودع تياجو، وتياجو بيسأله طب انت هتروح فين دلوقتي؟ فبيقول له ماكسي انه مكانه مش هنا وانه مستحيل يكون كاهن. لايك للفيديو لو عجبك يا صديقي، وشاركنا برأيك في التعليقات واقترح لنا أفلام تحب نلخصها، ويا ريت تشترك معنا في القناة علشان تشوف كل ملخصاتنا اللي جاية.